طيب بسلم عليك واسمي عبد أسامة الزيات وانا من دمياط، وعامل فيديو وعامل قناه اسمها مبادره تعالى دمياط. بحاول ارجع السوق تاني زي الاول، بحاول ارجع العملاء لدمياط تاني زي الاول، وبنبيع اونلاين وبنعمل شغل عموله وبنبدل عفش البيت القديم بالعفش الجديد وبنعمل خدمات كتيره من دمياط. لو حضرتك ما تعرفنيش او تعرفني، سلام الله عليكم. من داخل مدينه دمياط عبد اسامه الزيات برحب بيكم. جوه الفيديو ده هفرجكم 3 صالونات على اعلى مستوى، حاجات كده ترندات، حاجات تشرف اي حد. وهنحاول نشرح فرق بين الذوق الستيل اللي هو اللي قدام حضراتكم ده، اسمه ذوق ستيل. ده ذوق ستيل او كلاسيكي، يعني موبيليا مش بتبطأ. وده الصالون اللويس اللي والدتي كان في ايامها ترند، وايام جودي وجمانة بناتنا هيفضل برضه في ايامهم ترند. وهنقول الاسعار الحقيقيه على العام، مش هنخلي حد ما يعرفش سعر الموبيليا. وهنتكلم برضه على الذوق النيو كلاسيك او الترندات ال 2023 و2022، والدهانات الشامبين والدهان الشروزه. كل ده هنعمله في نفس الفيديو اللي معانا ده. بس ناقص عشان نبدا الفيديو هنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قلبنا، وفي التعليقات هنؤجر وهناخد الثواب. ويلا يا كاميرا نبدا الفيديو مع بعض. وهنبدا بخير الامور الوسط بالصالون اللويس اللي قدام حضراتكم ده. الشغل ده يا جماعه عموما مش بيفضل. انا مش ما بقولش نشتري النيو كلاسيك والشامبين والحاجات الحديثه، لكن بعترف لسه بالذهب. العريس او العميل اللي بيطلب مني صالون ذهب، بعترف، ما بقولوش انت موضه قديمه ولا حاجه، لان مهما بيطلع جديد بيرجع الدهب تاني وبيفضل ماسك نفسه. اللي قدام حضراتكم ده صالون لويس، مكون من كنبه واربعه فوتيه، ودايما بيكونوا الاربعه فوتيه متشابهين. لو جينا نشرح على الفوتيه ده هنلاقي ان الاخشاب طبعا زان احمر روماني، ودق وحفر على الاخشاب، ورق الذهب والبودره مرشوشه تحت الذهب. وهنلاقي البوكيه مطرز واسفنج على مستوى عالي. وترابيزه الطقم جامده جدا، اخر حاجه فيها دق كتير وحفر كتير زي الصالون وزي الكنبه. ونركز برضه، يلا بينا على الكنبه هتعجبكم. بوكين قاعده وظهر، دق ناعم بنظام عالي زي ما حضراتكم شايفين. والله بنتعب يا جماعه عشان نوريكم الجميل في دمياط بلدنا. كمان الكنبه يا جماعه لو ركزنا هنلاقي فيه في النص رجلتين، وده لتدعيم الصالون. والرخامه دي يا جماعه بيقولوا عليها مغربي مستورده، اللي بيبقى فيها اللون الاحمر مع الاسود، دي بتكون حاجه ممتازه. باقي اقول لك سعر الصالون، سعر الصالون الجامد قوي ده اللي يقول لك بقى 45 و49 وكذا وكذا وكذا. هو انا باشا ببيعه في المبادره بتاعتي، سواء هتجيلي دمياط سواء تشتري مني اونلاين، انا ببيعه فقط لا غير ب 33,000. لا ده سعر النيو كلاسيك 33، لا ده 33. ده 33,000 جنيه من داخل مدينه دمياط بالحجز، والطقم موجود اهو. لو بعته النهارده بنبيع عليه عادي جدا. ويلا نتكلم على النيو كلاسيك يا سيدي العميل. النيو كلاسيك يا جماعه بقى بيختلف كليا عن اللويسات والكلاسيك التقيل اللي انا هفرجه لكم في الصالون رقم 3 في نفس الفيديو. ده نيو كلاسيك بيكون اخد بقى بين الذوقين. يعني ايه بين الذوقين؟ بين المودرنات هتلاقي دايما قماشه بسيط، دايما الوان دهاناته فاتحه، سواء معمول بالنظام الترابي زي ده او سواء متعتق باسود وشرحته قبل كده، سواء شامبين جولد ذهبي 40 60 20 اي لون فيه، كله هتلاقيه مودرن. هتلاقي اغلب الوانه ساده ساده زي ما حضرتك شايف. الكنبات بتاعته هتلاقي فيه دق بقى زي الستيل، هتلاقي فيه لازم هتلاقي فيه دق زي الصوالين الستيل او اللويس اللي شفته. او ده بيكون بيجمع بين الذوقين. وترابيزته تحفه قوي تحفه قوي. والصالون ده يا جماعه 2023 وبرضه سعره عالي قوي، بس انا ببيعه في المبادره بتاعتي السعر العام ما بنخبيش اسعار ب 35,000 جنيه. هنظر اصلا منظر الاثنين فوتيه وترابيزه الشاي او الترابيزه الكبيره لما تحط بينهم، لا تحفه تحفه. تخيلوا كده عندك في البيت تحفه. واكيد يا جماعه تصوروا الصور من عندي. ما عادش بقالي فتره ما بحطش اللوجوهات على الفيديو عشان الشباب اللي معانا. قلنا سعر ده هنا 35 عشان الشباب اللي معانا في الجيش، ولسه ما دخلناش حد جديد. كنت انا تعبان شويه الايام اللي فاتت، ففرصه اصور من عندي من الفيديو شغال، واعرف يعني ايه الصالون ده مع عبده بيبيعه ب 35,000 جنيه فئه اولى. شوف الكلام ده يا باشا، شوف ان كيس تسمع اربعينات وخمسينات، واطلع انا راجل صادق وحضرتك تكسب معرفتي وانا اكسب معرفتك. يفضل الباشا ابن الباشا ده
مش هيناسب كل الناس، لان مساحته طبعا ودقه ووضعه والسعر، وانا اسف، عايز حاجه ستاف كده A1، عايز فيلا وقصر وشقه واسعه، وعايز ليفنج كده يتحط فيه عشان يبان حته التحفه دي. الصالون دي يا جماعه بتسمع ستينات وبتسمع سبعينات. قبل ما افرجك عليه، احنا بنبيعه من داخل مدينه دمياط فقط لا غير بسعر 52 الف جنيه، مكون من كنبه واربعه فوتيه. الاربعه فوتيه اخوات خشب. يعني ايه اخوات خشب؟ يعني نفس الدراعات نفس الدق، هم نفس القطع خشب، لكن احنا كضمايطه بقى وكناس فنانين وشطار في شغلتهم، عمل ماتشنج، عمل البوكيه في 3 اماكن، وساب مكانه عملوا كيرمه او كابوتونيه بالزرار بتاعها عشان يربط وعشان يطلع لك شكل مختلف وفي نفس الوقت شكل جميل. ترابيزه الطقم الواحده يا جماعه تسوى في نظر انا كعبده مثلا من 15 ل 20 الف جنيه لوحدها كده. يعني حاجه انا ممكن احطها في بيتي واقعد اتفرج عليها بس كده من غير كنب ولا حاجه، احط فتوليه وفتيه لام والعيال ونقعد نتفرج عليها بس فن. انا حد بحب الفن. الاتنين فوتيه التانيين بتوع نفس الصالون اخدين نفس الوضع، والكنبه بقى تحفه جدا جدا. بالكاميرا بتاعتك يا فنان امشي كده حاول تفرج الناس الكتله والشغل والتفاصيل بتاعه الصالون. 52 ألف جنيه. اسأل ورايا قبل ما تشتري مني. الصالون اللويس كان بسعر 33 ألف جنيه. اسأل عليه قبل ما تشتري مني. النيو كلاسيك كان سعره 35 ألف جنيه. شكرا ليكم. بفكركم بنعمل شغل عمولة بالمستوى المادي اللي يناسبك. بنبدل عفش البيت بعفش بيت جديد. ازاي تشتري من مبادرة تعالى دمياط؟ الطريقة الأولى وهي الأولى، بتشرفني في مدينة دمياط، بتحرك معاك بنفسي بين الأكواد والموديلات اللي حضرتك اخترتها. الطريقة التانية لو أسهل ليك، احنا جاهزين. بتحجز المنتج بتاعك عن طريق حسابنا في البنك الأهلي المصري أو فودافون كاش، وأنا مسؤول عن الحسابات دي بصفة شخصية. أيهما أسهل ليك احنا في خدمتك. عبد أسامة الزات من داخل مدينة دمياط. يا رب الفيديو يكون عجبكم. نتقابل تاني قريب. شكرا ليكم. سلام الله عليكم.